بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمع قصيدة من ديوان قطار الحياة بعنوان أيام وليالي رمضان. قلتها سنة 1980 عندما جاء رمضان في بداية أشهر الصيف، وهذا واضح من القصيدة. وهذه القصيدة من بحر طويل، وبحر الطويل يتكون من تفعيلاته: فعول، مفاعيل، فعول، مفاعل في كل شطرة. نقول في هذه القصيدة: لياليك يا شهر التقى خير ما نلقى، لياليك يا شهر التقى خير ما نلقى، يدوم لنا فيها السرور ويستسقى، تلذ بها عيني وكل بحبها شغوف، ويرجو أن تطول وأن تبقى، ليال وأيام تسامت بذاتها على غيرها، والعقد صيرها أرقى، ترقبها قوم بما هي أهله، وساقوا لها الترحاب إذ قدمت سوقا، فنالوا من الخيرات فيها بما أتوا، فنالوا من الخيرات فيها بما أتوا، وحاذوا بها عن غيرهم في الورى سبقا، ومن يتراءى أبيض الثوب طاهرا، ومن يتراءى أبيض الثوب طاهرا، ومن يتراءى أبيض الثوب طاهرا، كمن يحشر في هول يومئذ زرقا، وحسبهم الريان والحوض منزلا، إذا كانت الأحشاء من ظمأ حرقا، وجنة عدن منزلا، وقصورها جزاء على الإحسان والعروة الوثقى، ويكفيهم أن ليلة القدر بينها شهاب، أنهار الغرب ما فارق الشرق، سما قدرها عن ألف شهر ورفعة، تنزلت الأملاك فيها فما أرقى، تنزلت الأملاك والروح ترتدي من الخز لاستقبالها أبيضا يبقى، وكانت بما فيها سلاما ورحمة، إلى أن يزين الفجر طلعته الأفقى، ومن قامها لله محتسبا بها له ما تمنى من ضروب المنى رزقا، فيا فضل ما أنمى وما أحوج الفتى، فيا فضل ما أنمى وما أحوج الفتى، ويا خير ما أجدى ويا شر ما أوقى، فبشرى لنا أن زادها الله منزلا، وهيأها حتى تكون لنا سقا، وأن كنت عقدا ضمها واعتلى بها مقاما تسامى، ثم زودها واتقى، أشهر التقى والخير جئت فمرحبا، أشهر التقى والخير جئت فمرحبا، فما أحسن الساعات توسعها رفقا، ألم تر أن الصيف بدء وأننا نرى الروض مذ وافيته صافيا طلقا، وما أحسن الإنسان تشرح صدره وتغمره صبرا وتملأه صدقا، وتذهب عنه الغيظ يا خير حقبة تمر تضاهى بالنسيم إذا رقى، ألم تر أن في لياليك لا نرى سفيها ألم تر أن في لياليك لا نرى بغيضا ولا نلقى سفيها ولا حمقى،
تطهرت الأنفاس فالكل طيب، تطهرت الأنفاس فالكل طيب، فإن قلت عن هذا نقيا فذا أنقى. وكل يحث النفس خوفا ورغبة، وكل يحث النفس خوفا ورغبة، وإن ألف العصيان أن تهجر الفسق، وحسبي منك الصوم، وحسبي منك الصوم شاف مطهر لما كن من داء النفوس وما شق، إذا أخلصته النفس لله وحده، فقل هي كالأملاك في الطهر لا فرق، صفت وتسامت فيه واكتسبت به علوا، فما أحلاه حين كسى الخلق. ويوم يكون الأمر لله وحده، ويوم يكون الأمر لله وحده، فموعدها ألا تذل ولا تشقى. وكيف تذل النفس وهي عزيزة إذا اتخذتك النفس للملتقى طوقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.